غادي نقول لك واحد المساله بان اللي عندهم الاسبقيه هما ايتام مطلقين الوطن. راه عندهم واحد الاسبقيه انهم تيجيو ما تيخلصوا حتى شي حاجه، ان المؤسسات تتحمل المصاريف ديالهم. المؤسسات تعطي اهتمام كبير لهاد الايتام هذا. راه الانشطه وهذا المخيمات تخلقت بالدرجه الاولى لمن الايتام. عاد باش جبنا العنصر الاخر اللي هما الموظفين ديالنا. حتى بالنسبه للاطفال كيوالديهم يعني الفضول ولا يعني العجز، حنا ما تنفرقوش، تنعطيو كما قلت لك هاد الاسبقيه للايتام، هادو الوالدين اللي عندهم العجز، وحتى الابناء ديال دائما الاسبقيه ليهم، عندهم معامله خاصه تراعيو فيها واحد الظروف اللي هو الجانب الانساني بالدرجه الاولى. حنا البرنامج تنوقعوا للكل، المعاملات تكون بحال ولكن تنحاولوا بواسطه الخبره اللي عندنا تخفيف على هذا الطفل اليتيم. ما يمكنش غادي تجي وتقول له راه غندير لكم بحال تشوف مثلا في يوم اليتيم، هذه الفكره. خصنا اليتيم نتعاملوا معاه ماشي في يوم، نتعاملوا معاه طول السنه وما نحسوش باليوم